لقد تركني الجميع، تركوني وحيدا وقالوا أنني على المضي قدما. لم أستطيع، تمنيت أن أبقى معهم فخدعوني، حاولوا أن يقتلوني، ولكن مع كل تلك العقبات فأنا لن أميل، سأظل ثابتا، سأظل صامدا إلى النهاية ولن أضيع. وكما قال الشاعر: انفض غبار الذل وارحل صامتا، وأرح شعور القلب من أخذ ورد. احفظ لنفسك قدرها دوما، ولا تفرض وجودك في الحياة على أحد. السلام عليكم يا سادة. في فيديو اقسم لك انه من كتر جمدانه مش هتبقى عارف الشعور اللي جواك اذا كان حزن او سعادة. حرفيا الفيديو اسطوري بكل المقاييس. ولكن قبل ما نبدأ انا حابب اقول لك شكرا يا صديقي الصدوق، شكرا على تعليقاتكم اللذيذة اللي دايما بتديني دفعة لقدام، شكرا على اشتراكك اللي بيثبت لي قد ايه انت مهتم تشوف فيديوهاتنا الجديدة. فلله الحمد من قبل ومن بعد. من كم يوم كسرنا رقم جديد ووصلنا 800,000 اخ واخت، وان شاء الله في التقدم ومستمرين لطريقنا للمليون باذن الله. فبجد شكرا ليكم من القلب. وبس كده يا عم، بدون ما اطول عليكم، صل على النبي وركز معايا، وهيا بنا نبدا سرد احداث الحكايه. ده هو لايت، واد غلبان لا ليه في الطور ولا في الطحين، عايش في منزل متواضع مع عيلته المكونة من 5 أفراد. حالهم مش ولا بد، والفقر عامل معاهم التمام، دول مش لاقيين اللقمة يا عيني. علشان كده لايت وفي يوم من الأيام بيقرر يغير حياته وحياة عيلته للأفضل، بيقرر يمشي في طريق المغامرة والديماس، وده طريق صعب وواعر لأبعد الحدود. بيودعهم بكل حب وبيوعدهم أنه سيعمل بجد واجتهاد من أجل تحسين أوضاعهم جميعا. جدع لايت ده والله يا جدعان. وفعلا بينطلق في رحلته، بيوصل المدينة بعد عناء طويل. فهم كانوا عايشين في منزل متواضع في ريف زي ما قلت لكم، والواد بيتجول في أرجاء المدينة والناس عمالة تخبط في يمين وشمال. الواد يا عيني مش باين من الأرض وبيعتذر منهم رغم إنه ما عملش أي حاجة. وبعدين بيتجه لمبنى النقابة، نقابة المغامرين، ودي الحاجة اللي جاي علشانها أساسا. بيدخل بالفعل، والموظفة انصدمت منه من سنه الصغير ده. سألت نفسها اللي يخلي طفل لم تزل نعومة أظافره يخاطر بحياته وبنفسه ويشتغل الشغلانة الخطيرة دي. بين الواد ده بيعاني لأبعد الحدود. بعدها بتطلب منه يملى البيانات في استمارة التسجيل، ولكن الواد مش بيعرف يقرأ من الأساس، فوالده ما كانش معاه المال الكافي علشان يعلمه هو واخواته. الموظفة بتتيقن ساعتها انه فعلا عانى كتير في حياته. ساعتها بتقرر تساعده، بتسأله وبتقول له: ايه هي مهاراتك يا عم لايت؟ الواد وقتها بيتذكر مهارته التي يطلق عليها جاتشا الغير محدودة. بيقول لها: بارك يا ست البنات ما تقلقيش. البنت بتتفاجئ ساعتها من ثقته بنفسه، بتقول له: وريني يا حبيبي. بيبدأ بالفعل: ولكن اللي انت بتعمله ده الله يخرب بيتك يا ابني، كسفتنا. تقول لها: بارك، وفي الاخر تطلع لها شوكة متنية. انت اكيد بتهزر. بيجرب من تاني ولا لا كده كتير بصراحة. بيطلع لها تفاحة متعفنة الفاجر. الموظفة قالت له: النحس ده يا ابني الله يعينك. لايت وقتها اتكسف من نفسه وقال لها: في العادة بتطلع لي حاجات مفيدة اكتر من كده، بس دلوقتي انا مش عارف السبب. بتكبر خاطره ساعتها وبتسجله كمغامر من الرتبة اف، واحدة من اقل وادنى الرتب وان ما كانتش اقلهم يعني. بعدها بتطلب منه يختار مهمة من لائحة العرض اللي على الجدار اللي قدامه، بس الواد زي ما انتم عارفين مش بيعرف يقرأ. الموظفة بتقرر تساعده وتديله المهمة دي، مهمة بسيطة جدا وحتى طفل في سنه يقدر يعملها بسهولة. الواد في الوقت ده حس بكمية سعادة لا تكاد توصف. بيشتغل في تقطيع الاشجار وازالة الصخور وحاجات صعبة كتير شكل كده، ربنا يعينه يعني. بينتهي من العمل بحلول الليل، وفي طريق عودته كان فرحان جدا، وده لانه بعد عناء ومرار طافح بيقول: الحمد لله، انا كده جمعت الفلوس اللي خلتني اقدر اجر ليله في فندق انام فيه. الف حمد وشكر ليك يا رب. ولكن وهو ماشي بيشوفوا الحيوان ده، بيلاحظ الفلوس اللي معاه سرعان ما بيروح يخبطه. بيقول له: مش تفتح يا عمى، انت خبطتني وكمان وسخت لي هدومي، انت لازم تتعاقب. الواد برغم انه ما عملش اي حاجه بيتاسف له، ولكن ده ولا بيديله اي اهتمام. بياخد منه الفلوس بالعافيه وبيقول له: ده عقابا ليك، وكمان بيديله رجل بالطياره من قدامه. الواد بيمشي من هنا، ولايت بيقعد على الارض متحسر على الحاله اللي هو فيها. بيقول: يا خساره يا لايت، تعب اول يوم ليك راح على الفاضي. انا جيت هنا علشان اشتغل اكسب فلوس واحسن حياه عيلتي، بس الظاهر اني مش هعرف اعمل حاجه. واثناء ما كان قاعد بيلاقي ايدي اتمدت له، بيمسكها ولكن سرعان ما بيسيبها وبيقول لها: انا اسف، انا معيش اي حاجه اديها لك والله. البنت بتفهم هو حاسس بايه وعلى طول بتضمه ليها. بتقول له: ده يا عم ما حصلش حاجه، انا معاك ومش هسيبك غير لما اضمك لينا وتبقى
تبقى واحد من فريقنا. الواد بيستغرب من حنيتها والبنت بدأت تعرفوا بيهم، بتلعب دور الام الحنونه معاه. وبصراحه كده انا مش مستريح لها نهائي يا صديقي. بتقومه وبتعرفوا عن فريقها اللي اعضاءه قدامك دلوقتي. بتقول له انا جينا من عرق الجنيات ودول صحابي، كل واحد فيهم من عرق مختلف، في منهم التنين وفي منهم الجوبلين وهكذا، ناقصنا واحد بس وهو انت يا لايت. فاحنا التسعه نامل اننا نجمع باقي الاعراق في فرقه واحده، نغير العالم ومحدش يفرض سيطرته على التاني. ها قلت ايه؟ موافق تنضم لفريق المغامرين بتاعي ولا ايه؟ الواد بيفرح من كلامها وبيحس فعلا انهم طيبين مش زي الناس الباقيين، وقال لك دي فرصه العمر يا باشا، هو انا لسه هفكر؟ انا معاكوا اكيد. بتمر الايام وبيروحوا لواحد من اخطر واصعب الديماس في العالم، يعني توب 10 يا باشا، وده لو ما كانش الاخطر على الاطلاق. بيظهر لهم الافعى ذات الخمسه رؤوس وبتهجم على الواد الغلبان، ولكن ساشا بتنقذه وبتظبط الكلام. بعدها بتزعق مع لايت وبتطلب منه يرجع لمؤخره التشكيل. المكان ده خطر يا لايت وممكن في اي لحظه تموت وتنتهي حياتك، فخد بالك عشان انت مش عارف انا ممكن يجرى لي ايه لو انت حصل لك حاجه. الواد بيعتذر منها وبيكملوا طريقهم لحد ما بيقفوا في المكان ده. الواد الطيب الغلبان بيروح يحضر لهم المشروبات، ولكن ده غلبان خالص يا عيني. دراجون قالها له صراحه كده يا لايت انت مطرود. يا نهار ابيض. بيضحك وبيقول لهم ايه يا جدعان الهزار البايخ ده؟ الواد لسه مش مستوعب انه كان فرد تجارب بالنسبه لهم. هزار؟ لا احنا مش بنهزر هنا يالا. فبعد ما اتاكدنا خلاص ان قدره الاستيعاب بتاعتك ملهاش اي لازمه، خلاص مستغنين عن خدماتك يا اخويا. فالقياديين كانوا عايزين يتاكدوا منك مش اكتر. الواد مازال مش فاهم اي حاجه. قياديون مين وبتاع ايه؟ انتوا تعرفوا ايه عن قدرتي اصلا؟ ولسه بيتكلم بيلاقي الواد ده صاحبه في وشه بيقول له اخرس يالا. فصوت بشري وضيع زيك بيثير اشمئزازي، فبما انك جيت لي هنا فانت لازم تموت دلوقتي. الواد اتاكد وقتها انهم عاوزين يقتلوه وبيحاول يهرب، ولكن جيم بتصيبه بالسهم في رجله، بيوقع على الارض والواد ده بيتقدم وبيديله رجلي وتطيره. لايت بيعاني ومش عارف يعمل اي حاجه، بيزحف على الارض قدامهم وبيقول انا مش عايز اموت، مش هينفع اموت، فامل عيلتي بالكامل محطوط عليا. وفجاه ايده بتلمس الارض وبتتفعل تحته تعويذه انتقال. الذئب بيعرف انه ينتقل من قدامه وسرعان ما بيهرع لقتله لكنه بيختفي من قدامه. هو الواد اتكتب له عمر جديد ولا ايه؟ ايوه. لايت وقتها بيفتح عينه بيلاقي نفسه في مكان خالي تماما. بيقول الحمد لله انا اكيد في امان دلوقتي، بس لا انا لسه في المغاره مع اول وحش يظهر هيقتلني وهموت. بيعيط على حاله بيقول اللي بيحصل معايا كده ليه؟ كل ما احس الدنيا ضحكت لي الاقي 100 مشكله قدامي. لقد كان الجميع لطفاء، كانوا ودودين فشكرتهم، احترمتهم وايضا وثقت بهم، كنت سعيدا، ولكن مع ذلك خدعوني، حاولوا ان يقتلوني. لقد كنت كالقمامة بالنسبة لهم، ولكني ما زلت متضايق ومش قادر اخبي غضبي اكتر من كده. انا مش عاوز اموت، لا انا عاوز اخرج من هنا انتقم منهم اشد انتقام. لكن بيلف وشه من هنا ويا لها من صدمة. دلوقتي بيلاقي قدامه وحش دي خطير يقدر ب1000 نقطة تقييم. يا نهار ابيض، دي خلاص اكيد النهاية. الوحش بيتقدم عليه والواد مرعوب، عارف كويس قوي انه مش هيعرف يعمل قدامه اي حاجة، ولكن برضه بيقرر ما يستسلمش. بيراهن باخر حاجة عنده الا وهي قدرة الجاتشكا الاسطورية، على امل انها تطلع له حاجة مفيدة المرة دي. الواد فعلا بيفعلها من هنا والاداء بيتغير شكلها، بتطير في الجو ومرة واحدة البنت دي بتظهر وبوم قطعت الوحش من كل اتجاه. كمان واحدة بتخفي من قدامها، قوة فتاكة فعلا. بس مين البنت دي بالظبط؟ البنت وقتها بتتقدم وبتروح للايت بتعالج جروحه وكمان بتنحني قدامه. انا الخادمة بتاعتك وتحت امرك في اي حاجة يا سيدي، انا تحت امرك وهخدمك طول حياتي. هتخدميني انا طول حياتك؟ يا حلاوة من شاب عادي كحيان لسيد بنت قوية زي دي. هي شكلها تلعب ولا ايه؟ بتفعل قدرة التقييم علشان تعرف مستواه، ولكن الامر في غاية الصعوبة. قالت له وقتها هبتك مش سيئة، مش عديمة النفع زي ما انت فاكر، لا ده انا حتى بمستواي العالي ده ما قدرتش اكشف احصائياتك كلها، وده معناه حاجتين مالهمش تالت. اول حاجة انك يا عم لايك بتمتلك مهارة وقوة غير محدودة بالمرة، والتانية انك ممكن تكون في نفس مستوى الزعماء او ممكن تكون حتى واحد منهم. الواد لسه مش مصدق كلامها. انت اكيد بتهزري، الجاتشا دي مهارة عديمة النفع والا ما كانش ده حالي. ده انا تعرضت للخيانة من اقرب الناس ليا ولا حد فيهم اهتم وادالي الاولوية. ضحكوا عليا، امنت لهم فغدروا بيا، حاولوا يقتلوني
سامحوني ولكن انا جيت هنا معرفش ازاي، معرفش اصلا انا ليه لسه عايش. بيقعد على الارض منهار وبيقول انا لا يمكن اسامحهم، لازم اندمهم على خيانتهم في اقرب وقت. يا لايت اي معاناة مررت بها وانت في مثل هذا السن الصغير. مايا بتضم ليها وبتقول له 6 دقايق، 6 دقايق بس كافيين ان نبيدهم عن بكرة ابيهم، انت بس اديني الامر اقسم لك لمحيهم من الوجود. لكن الواد قال لها لا ما تعمليش انت حاجة، وثقت بهم صدقتهم فخدعوني. عارفة كل ده ليه؟ لاني ضعيف، كل ده لاني ضعيف معدوم الفايدة. علشان كده على الرغم ان الموضوع صعب انا هتمرن علشان اكون الاقوى، هتمرن علشان معانيش في حياتي مرة تانية واقدر احمي نفسي بعد كده. مايا قالت له طالما انت عاوز تاخد انتقامك بايدك فانا هدعمك ايا كانت النتائج. لايت فرح وقتها وبدأ في بناء مملكته الخاصة. بدأ اول يوم في تطوير نفسه للسعي في رحلة الانتقام، وشكله كده يخرب الدنيا. المهم تمر الأيام تباعا، وبعد قرابة 3 سنوات بنشوف لايت ومايا بداخل قصر مرموق. بس بقول لك ايه، باين عليهم الفخامة والدلع آخر حاجة. الواد حرفيا بقى حتة إله في البلد ومين ما يعرفوش، بقى أشهر من نار على العالم يا جماعة. بيسأل مايا عن أحوال باقي بطاقات المستكشفين فبتقول له إنه كله زي الفل. بنعرف إنه قدر كمان يستدعي عدد كبير منهم في خلال ال3 سنوات اللي فاتوا، وهم ويكي مروضة الوحوش، ايلين ساحرة العناصر، نازونا سيافة القصر الأسطورية، ميا جنية القسوة واللين. هم دول المستخرجين من البطاقات فائقة الندرة على الإطلاق. بيرجعوا للقصر بعدها وهناك بيتقابلوا مع الحارس ده والذي يدعى جاك. ميا مش عاجبها الطريقة اللي بيتعامل بيها مع ملك الجاتشكا لايت، بس لايت بيعتبره في مثابة أخ ليه. بيروحوا يتدربوا سوا وبيبان قد إيه الواد ده اتطور وقوته مش محدودة. الواد ده أصبح قوي بصورة تفوق الخيال، فروح الكراهية والحقد وألم الخيانة اللي مر بيها أسفرت عن هذا الوحش الكاسر الذي لا تهدأ ثورته إلا برائحة الدماء. محدش عارف كم المعاناة اللي مر بيها طوال هذه ال3 سنوات. جاك بيقول له هات اللي عندك يلا، ما بيسمونيش السياف الخارق من فراغ أنا. لايت بيقول له تمام وفعلا بيهاجمه، وشكل اللي جاي هيبقى دمار. ننتقل بقى لسيافة القصر نازونا، والبنت عندها كمية نشاط وحيوية مش طبيعية، نص حماسك بس ونحتل الكرة الأرضية. بتروح تتفقد غرفة السيد لايت وهناك بتلاقي ميا. بتحس بإن في حاجة غريبة وإنها يعني لازم تكون مع لايت في الوقت ده، ومايا بتسربها وبتقولها هو حاليا بيتدرب مع جاك وانا بس بنظف غرفته، المكان هنا امن ما تقلقيش من اي حاجه. لكن نازونا ما بتهتمش لكلامها ودخلت تتفقد الامر بنفسها. بعد انتهاء من البحث بتعتذر منها وبتغادر استكمالا لاداء مهمها. بتروح لمراوده الوحوش الاسطوريه اوكي، والبنت خلقها ضيق جدا. بتقول لها كفايه كلام وبتطلب منها تبعد عنها، فبتعرض عليها المساعده لكن التانيه بترفض. ما قلتلك مش محتاجه حاجه، امشي بقى يلا من قدامي. البنت مش بتفهم قصدها وبتمشي وهي سعيده. مش بقول لكم البنت دي رايقه وعلى نيتها يا جدعان. لكن نسيبنا منهم ونرجع لجاك ولايت اللي كانوا منهكين من كتر التدريب. جاك بيقول له كفايه كده النهارده يا عم وتعالى بينا نروق على نفسنا شويه. بيروحوا فعلا البول، وهناك جاك بيقول له انت حاليا بقيت اشبه بآلة قتل فتاكه، لدرجه ان قله بس من وحوش الدماس هم اللي يقدروا يهزموك، وده طبعا تحت الارض. لكن في الاعلى انا مش عارف ايه مدى القوه اللي وصلوا لها، مش عارف اذا كان في حد عنده نفس قدراتك ويقدر يهزمك ولا لا. لايت قال له انا فاهمك كويس بس ما تقلقش، فانا هاخد بالي من نفسي ومش هيحصل لي حاجه. فالاستسلام ما عادش في قاموسي بعد دلوقتي. نرجع لنازونا اللي كانت واقفه قدام احد متاجر الاسلحه، عينيها على السلاح ده ونفسها تشتريه. وفي وقتها بتشوفها الساحره ايلين وبتتكلم معاها، بتسال عن احوالها والبنت بتقول لها ما تقلقيش ما فيش اي خطر حوالينا، الوضع تحت القلق لا داعي للسيطره. وده لانها من شويه وساعه ما كانت بتلعب في عرش السيد لايت كسرت جناح احد الحوريات الذهبيه بالغلط. هتقول لي ده ازاي يا عم هيركليز هو في دهب بيتكسر؟ اقول لك ما تنساش ان دي واحده من المستكشفين صاحبه اندر بطاقه واللي هي ال4 9، بس دماغها فاضيه زي ما انت شايف قدامك كده يا صديقي. لكن ما علينا من الكلام ده بقى، نروح للايت اللي بيجتمع مع الثلاثي الخطير بداخل الديماس، ومره واحده بيطلع عليهم كلب الجحيم ده ولايته بيترعش مع انه دلوقتي قادر يخلص عليه بسهوله، لكن رؤيته لوحدها كانت كفيله بتذكيره لجميع الام الماضي. لكن كلب الجحيم اول ما بيشوف نظره البنات
لايت الجدة وشفرة كلامهم الحادة بيدرك ساعتها انها نهايته، بس لايت مش بيرضى يأذيه، لا بيكتفي بترويضه، والوحش المفترس الذي كان على وشك انهاء حياته اصبح الان حيوانه الاليف. بيبص للبنات بعدها وبيقول لهم اخيرا اجى الوقت المناسب. نعم يا سادة، انه وقت الانتقام، فقد حان بعد عناء طويل ان تثأر لما حصل بماضيك. اوبا بابا، ده شكلها تقلب مجزرة. ننتقل بقى للسطح وبنشوف جارو وهو ماشي مع 2 بلطجية شغالين يأذوا الناس بكل شر، والبشر كانوا مرعبين منهم لأبعد الحدود. يخرب بيتك يا جدع، هو انت مش لاقي حد يلمك بقى ولا ايه؟ مش هتبطل الكلاحة اللي بتمشي في دم امك دي؟ بس خلاص، جالك اللي مش هيريح بالك، لايت اللي هيشقلب حالك. لكنه في وقتها بيشوف واد صغير غلبان بينبش في الزبالة علشان يطلع قوت يومه، بيضربه وبيتف عليه وبيشتمه وبيسيبه ويمشي زي ما عمل مع لايت قبل كده. بيدخل الحانة دي وزمايله حواليه بيطبلوا له بطريقة اوفر قوي، لا بصراحة قوي قوي. وواحد فيهم بيفخم فيه وبيقول له جارو المدرعة طلقته بتوقع 4. يا شيخ اتنيل بروح امك انت كمان، انا اصلا مش طايق اشوف وشه. لكن بسبب غرور الواد وكبرياءه اللي بقى في العلالي بيطلب منهم يتناولوا الأطعمة على حسابه مكافأة على كلامهم الحلو ده. ايوه طبل هتاكل. بيقعدوا ياكلوا بالفعل، واثناء اكلهم واحد فيهم بيسأله عن تلك المهمة منذ 3 سنوات. ايوه مهمة اتحاد الاعراق. بيطلب منه يحكي لهم اللي حصل هناك وازاي ما قدرش هو بقوته وجبروته يحمي طفل صغير كان معاه، وكان قصده على لايت. لكن الواد الخبيث بيتوه في الموضوع وقتها وبيقول لهم للاسف ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده، فالاسياد منعنا نتكلم عن اللي حصل في اليوم ده. بس هم مين الاسياد دول يا ترى؟ وليه امرهم بقتل لايت ذلك الطفل المسكين؟ علشان تعرف انزل اشترك ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. جارو عامل انه لسه مش فاكر اي حاجه، بس في الحقيقه كان بيتمنى لو انه قتل لايت وتلذذ بتعذيبه ساعتها. فدي يا جماعه اول ضحيه تهرب من بين ايديه، وقد قتل الكثير من الابرياء. بيطمن نفسه بعدها وبيقول يا تكبر دماغك، لايت ايه اللي تفكر فيه في وقت زي ده؟ بلا قرف يا جدع، الواد ده اكيد مات وشبع موت. كان فرحان ولسه ما خلصش كلامه يا عيني، لقى ميا دخل عليه. وها قد بدأنا. البنت بتمثل عليه انها غلبانه خالص وبتساله عن سيدها لايت، وبتعرفوا انه هرب من البيت من 3 سنين بالظبط. انا لفيت العالم بحاله علشان الاقيه، وسمعت ان كان معاكم في اتحاد الاعراق وانك شفت لايت وهو بيموت. ارجوك يا عم خدني للمكان اللي هو مات فيه. ولكن جارو بيرفض، بيشك فيها برضه وبيقول بقى لايت الجربة ده طفل من عائله نبيله، الكلام ده مستحيل. بيعتذر منها وبيرفض مساعدتها وبيقول لها للاسف مش فاضي وورايا مشاغل كتيره. البنت بتتحايل عليه اكتر واكتر وبتعرض عليه ال3 كيلو دهب دول. جارو اول ما بيشوفهم بينهبل على طول، بياخدهم وبيروح لديماس الهاويه بالفعل. والغلبان ما كانش شايف قدامه غير الفلوس وال3 كيلو دهب، ما يعرفش انه الى نهايته قد ذهب. مايا كانت عامله انها ضعيفه ومش قادره تاخد نفسها، وجارو بيقول مش مشكله فانا هوصلها لمكان خطير وبعدها هتلذذ بتعذبها. غلبان ما يعرفش انها هتعمل منه واحد اندومي وتتريس شطه كمان. بيوقفها هنا وبيقول لها هو ده المكان اللي مات فيه المسكين لايت. الوحوش هجمتنا من كل الاتجاهات والواد اتقطع بكل معنى الكلمه، حتى انا بقوتي دي كلها ما قدرتش احميه. مايا وقتها بتقعد على الارض وبتفضل تعيط كده. جارو شغال يألف عليها والبنت بتقول له لايت ده مسكين بالفعل، وثق فيكم فغدرتوا بيه، ركلتوه وايضا ضربتوه بالسهم في رجليه، كنتوا مستمتعين بالالم اللي باين في عينيه مش كده ولا ايه؟ جارو بيقلق منها وفورا بيبعد عنها. بيقول لها انت مين بالظبط؟ ازاي عرفت اللي حصل من 3 سنين؟ ده ما حدش يعرف غير اتحاد الاعراق وكم واحد من مرؤوسي الدوله. مايا ساعتها فاض بيها الكيلو هالتها ملأت المكان بالكامل. جارو رفاقه ارتجفوا من شده قوتها، حرفيا ما حدش مصدق ازاي دي نفس المسكينه من شويه. بيبص في عينيها وبيدرك انها نهايته، بس لايت بيجي وبيقول لها بطلي انانيه يا مايا، جارو ليا لوحدي ومش هسمح لحد يأذيه زي ما اتفقنا. اوبا بابا، جارو مش مصدق نفسه، ده ازاي بس؟ لايت بيضحك له وبيقول له ايوه انا قدامك اهو يا حبيب قلبي، تحب اعمل لك شاي؟ على حسب ما اتذكر انت كنت بتحب الشاي اللي بعمله جدا جدا، مش كده ولا ايه يا صديقي العزيز؟ جارو بدا يضحك وهو مش مصدق مدى غباء لايت. بيقول له انا ما اعرفش انت ازاي لسه على قيد الحياه او ايه علاقتك بالخدامه المخيفه اللي هناك دي، ولكن بص لنفسك وبص لي وانت تفهم كويس. فمهما يكن انتوا 2 بس، اما احنا فجيش ملوش اول من اخر. وعلى طول بيأمر محسن وحسين يروحوا يجروا عليه. غلبانين ما يعرفوش ان اللي بتحميه وحش مهين، اسطوره بقوه ملايين، بتطير رقبته في الحال وبتعلنها صراحه كده، ايا من كان سيجرؤ على اذيه سيدي لابد ان يتخطاني اولا. وده بيني وبينكم حاجه مش صعبه، لا 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 دي مستحيله، ولولا المصداقيه لقلت انها منعدمه.
يا جمدانك وفخامتك يا بت. بتكمل كلامها بعدها وبتقول له جارو الكلام ده للي معاك بس، اما انت فالسيد لايت هو اللي هيقوم بالواجب معاك. لايت قال لها بس اسندي ظهرك بس وانا هظبط الدنيا معاهم كلهم. بتقول له تمام وبتاخد ساتر يا زميل. جارو بيحاول يهدي رجالته بيقول لهم في ايه بس، دول اللي كانوا ضعفاء بس مش اكتر. رد عليه لايت وقال له مش ممكن انت اللي تكون ضعيف، عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ قال له ده مستحيل، فانا من عرق الوحوش، العرق الاعلى في السلسلة الغذائية، وده يدينا دايما الافضلية عليكم انتوا البشر. لايت بيضحك وبيقول له يا عليك يا جدع، لسه سمج ودمك تقيل زي ما انت. جارو وقتها بيغضب وبيدخل عليه هو ورجالته هيجانين، ولكن لايت بيدي كل واحد فيهم ضربة شمال في ضربة يمين. جارو بيقع على الارض بيتلوى من كتر الالم، ولايت قال له في ايه مالك بسرعة كده، تعبت وجبت اخرك يا راجل، ده انا لسه بقول يا هادي. الواد بقى مغرور قوي يا جماعة، بيبص له بازدراء، وجارو ما عجبوش الكلام ده، على طول بيطلع بلورة سحرية كان مخبيها وبيستدعي الوحش المهيب ده. ايوه هي دي ورقة الربح التي لطالما اخفاها بحرص ولم يعتقد قط انه سيستخدمها امام هذا العدد الضئيل. الاسم دب الديماس الاسطوري، المستوى 500 نقطة، الغرض التدمير وسحق الاعداء. لايت شافه ومات على نفسه من الضحك، قال له ايه ده يا عم 500 نقطة بس، ده ضعيف قوي. ضعيف؟ انت بتقول ايه يا عم انت؟ شكل قواك العقلية مش احسن حاجة دلوقتي صح؟ يلا انزل على ركبك وترجع نعفو عن حياتك وانا هفكر اذا كنت هعمل كده ولا لا. الواد قال له لا ده انت كده دماغك هيست خالص، بص يا عم انا واقف قدامك اهوت، هات اخرك يلا. يا نهار ابيض، لايت ده جامد اخر حاجة. دئب المتاهة الاسطوري بيهاجمه بليزر درجة حرارته 3600، والكل قالوا خلاص ده انتهى، بس تفتكر انه هيتهزم من وحش ضعيف؟ ده عندها يلا بيتلاشى الغبار ولايت ما بيتأثرش. بيقول له بقى مش عيب عليك يا جدع بعد الانزاحة دي كلها وفي الاخر على الفاضي. جارو مش مصدق، ده ازاي بس؟ وحش المتاهة وحش اسطوري يفتك باحشاء خصومه في طرفة عين. بيقول له وحش متاهة ايه واسطوري ايه، ما تضحكنيش علشان ماليش نفس، فانا هوريك وحش المتاهة الحقيقي دلوقتي. وعلى طول بيطلع بطاقه من جيبه بيستدعي الذئب فرينر الاسطوري، بيخلص على الكلب اللي معاهم بنفخه واحده بس امام صدمه وذهول الجميع. هو ده فرينر الذئب الاسطوري اللي بجد قوه جباره فعلا. جارو حينها ادرك ان هلاكه بات وشيكا، وان لايت لو اراد لقتلهم جميعا منذ البدايه، بس هو مش عاوز يقتلهم بالساهل، لا ده عاوز يرد لهم اللي عملوه في اضعاف مضاعفه، وهو ده السبب اللي خلاه يستنى طول المده دي. فهو عاوز يدواهم نفس الاحساس اللي هو مر بيه. فوقتها كان الفرق بينهم فرق النملة للفيل، ودلوقتي بقوا نفس الفرق ولكن لصالح لايت. الواد ده اشتغل على نفسه جامد جدا الفترة اللي فاتت علشان اللحظة دي، اللحظة اللي هيقضي على الخونة دول فيها. الوحش الوضع نزل على الأرض وبدأ يترجى يرحمه، بيعترف له بكل اللي حصل وإنه أصلا ماليش ذنب في أي حاجة، وهو ما كانش عاوز يقتله، بس القيادات العليا طلبت منهم يبدأوا البحث عن واحد من الأسياد. وفي الأول كنا فاكرينك واحد منهم بسبب مهاراتك الغريبة، ولكن بعد ما قعدت معانا الكام شهر اللي قعدتهم دول أدركنا إنك فاشل ولا ليك في الطور ولا في الطحين، وساعتها امرونا بقتلك. بيسالوا عن سبب رغبه حكومات العالم في ايجاد واحد من الاسياد، فجاوبوا قال له للاسف انا ما اعرفش اي حاجه. وقتها اتباع جارو بداوا يكذبوا عليه وبيقولوا له ان عندهم معلومات وفيره عن الاسياد دول، فاكرين انهم هيضحكوا عليه ولا حاجه، لكن على مين يلا؟ ميا بتخلص عليهم بعد ما كشفت كذبهم بقدرتها الفتاكه. عينوا الحقيقه. جارو خاف اكتر واكتر. لايت قال له مين يفوز في مواجهتي مع سكان السطح كلهم؟ قال له هو خايف. انت اي نعم قوي جدا ولكنك ما زلت فرد واحد، وزي ما انت عارف فالكترة تغلب الشجاعة. مالك خفت ليه؟ لايت قال له مالك انا شايفك خايف هنا، والريحة برضه هنا مش لطيفة مش كده؟ تعال بينا ننتقل لمكان تاني. جاتشا. بينتقلوا لقلعته، وجارو كان في منتهى الصدمة من المشهد المهيب اللي قدامه، كان مذهول من عظمة وجمدان لايت. نعم يا جارو انتبه، فانت في حضرة ملك الظلام سيد الدمار. لايت يا نهار ابيض، كمان بيطلب من اتباعه يظهروا مستوياتهم قدامه. ويا إلهي ماذا أرى، يا للهول ماذا جرى، دول حرفيا قادرين يهدوا العالم باللي فيه في طرفة عين. بيعيد عليه السؤال مرة تانية وبيقول له مين هو الأقوى، أنا ولا سكان الأرض؟ جارو اتصدم بكل معنى الكلمة، لونه اتخطف يا عيني وبيقول في نفسه ما الذي فعلناه بحق الجحيم؟ لقد صنعنا وحشا لا ولم بل لن تهدأ ثورته إلا بقتل الجميع. يا رب. لايت دلوقتي بقى في مقام ملك الدمار بالنسبة
لهذا العالم. بيقول في مشهد مهيب جدا: أريد أن أعرف الحقيقة عن ماذا يحدث، ماذا يجري في هذا العالم اللعين. ولاكتشاف هذه الحقيقة أنا على أتم الاستعداد للتخلي عن إنسانيتي، عن أخلاقي، لتعلن أخلاق هذا العالم المزري. إن الحقيقة هي الشيء الوحيد الذي قد يحقق العدالة المتساوية للجميع. فهيا بنا لاحتلال العالم. هيا نبدأ رحلة الاحتلال من أعماق الهاوية لقمم السطوح، من الظلمة إلى النور، من رحم اليأس لرحم المأساة. أوبا بابا، ده شكل اللي جاي خراب على العالم بالكامل. بتتوالى الايام واخيرا لايت رجع علشان يشوف اهله، عيلته اللي ما شافهمش بقاله اكتر من 3 سنوات. بيوصل فعلا ويا لها من صدمه، بيتهم متدمر بالكامل ومفيش حته سليمه في قريتهم كلها. لايت انكسر بكل معنى الكلمه، فضل يدور على جثثهم ولكنه ما لقاش اي حاجه. عرف ساعتها انهم ما زالوا على قيد الحياه في مكان ما في هذا العالم. مساعدينه الاتنين بيتخانقوا سوا، والواد بيقول لهم مفيش وقت للكلام ده. فعلى الرغم اني عرفت اننا نقدر نهزم سكان السطح بسهوله، إلى أن الاندفاع في الحرب مباشرة يعتبر غباء وسوء تصرف. فهدفنا حاليا هو معرفة قوة كل دولة عسكريا علشان نعرف نتصدى لهم، وكمان لأني شاكك في أن قريتي اتدمرت بسبب شكهم في أني مايسترو، أو بمعنى آخر أني سيد هذا العالم. فأنا خلاص هلف في الدنيا بحالها علشان أعرف أكتر عن السيد، وهل يستحق سفك الدماء بالشكل ده ولا لا. إن كانت الحقيقة وراء كل هذا شرا، فسأجعل من هذا العالم جحيما بكل معنى الكلمة. يا حلاوة، لايت فعلا ما بيهزرش. أعلنها صراحة أمام الجميع أنه سينتقم منهم، وشكل اللي جاي هيقلب دمار. وفي وقتها المحارب الذهبي اللي معاه بيطلب منه يخفى حضوره، فبيغطي وشه بقناع من أوراق التاروت وبينطلق صوب وجهته الأولى، مدينة داجاس. المساعدة بتناديه باسمه وبتسأله عن اللي هيعمله هناك، فبيقول لها فوق السطح أنا ما عدتش لايت، لا أنا دلوقتي سيد الظلام. البنت بتعتذر منه، لايت بيشرح لها إنه هيسجل في النقابة كمغامر باسم جديد، ألا وهو اسم دارك. هياخد مهمات كتيرة لحد ما يطور مستوى أكتر وأكتر، ويقدر من خلال كده الوصول لأصحاب المناصب العليا في البلد. بمعنى أصح إنه هيظهر نفسه للعالم كله علشان هم اللي يدوروا عليه. يا ابن اللعيبة، دماغ متكلفة يالا أقسم بالله. وفعلا على طول بيتجهوا لهناك وبيقربوا من مدينة داجاس. علشان ما يلفتوش الانتباه ليهم، بينزلوا في الغابة القريبة علشان يدخلوا من أبواب المدينة ومحدش ياخد باله من أي حاجة. بيقرروا ما يعملوش مشاكل ويوصلوا المدينة بسلام. لكن بجوارهم كان في مجموعة من قطاع الطرق محاصرين الراجل الغلبان ده، عاوزين يقتلوا بنته الصغيرة. الراجل بيترجاهم وبيصرخ علشان يسيبوا له بنته، لكنهم رافضين. وأثناء ما كانوا واقفين بيشوفوا الفارس الذهبي والذي يدعى جولد بدرعه الذهبي البراق. بيقولوا له تعالى هنا يا دو، فتش نفسك بسرعة. تفتشوا مين؟ دول أتباع ملك الدمار يالا يا حزين. بيكتفوهم تكتيفة بنت ناس، والراجل الكريم بيشكرهم على إنقاذ بنته الصغيرة. بعدها بيعرض عليهم توصيل المدينة داجاس، والعيال وقتها قالوا ما يضرش وعلى طول ركبوا معاه. في الطريق لايت بيعرفوا انه عايز يسجل في النقابة ويستكشف الديماس. الراجل بيقول له انت فعلا في المكان الصح يا معلم، مدينة داجاس فيها واحد من اكبر الديماس في العالم، والمغامرين بيجولها من كل مكان علشان يدخلوها. كل الاعراق بتدخلها عادي ما عدا نوعين بس، وهم عرق الجان، اذا كان الجان المظلم او الجان العادي. العيال بيقولوا له تمام، وبعدها بيوصلوا للبوابات، بيدخلوا على طول وبيسجلوا نفسهم كمغامرين بالفعل. وطبعا موظفة النقابة ما كانش عاجبها حالهم، وانهم حيالله مغامرين من رتبة اف، بتفضل تقنع في موظفة النقابة انهم جامدين طحن ويستحقوا يكونوا من رتبة اس او اس اكسترا حتى. لكن البنت بتقول لها يا ماما دي قواعد والكل لازم يمشي عليها. لكن لايت بيهدي الدنيا وبيطلع على الراجل النبيل واللي اتضح انه مالك النزال ده. بيستأجروا منه الطابق الاعلى بالكامل لمدة شهر، وبيقولوا له بس عندنا شرط واحد، ما حدش يطلع لنا خالص ولا حد يقرب من الطابق بتاعنا. الراجل بيقول لهم تمام، ولايت بيفعل 3 تعويذات وهم العزل والاخفاء والتشويش. بيقول لهم كده ما حدش هيعرف يتسلط علينا. بيتكلموا بعدها عن خطتهم المستقبليه، وبعدين بيقعدوا يرتاحوا علشان بكره عندهم مهمات كتيره. وفعلا تاني يوم بيطلعوا علشان يروحوا الديماس ويبداوا المهمه، والطابور كان قدامهم كبير جدا جدا. نومو وقتها بتقول له احنا يا سيد دارك المفروض نخش اول ناس، هما ما يعرفوش احنا مين ولا ايه. جولد بيتريق عليها، وفجاه بيدخل الشابين دول وبياخدوا مكان الاطفال في الصف. العيال الصغيره طبعا عاوزه تكلمهم، ولكن دول مغطين
وشهم وشكلهم كده من الاشرار. لايت بيتكلم بدلهم وبيقول له انت يالا ده مكان الاطفال اللي شقوا علشان يوصلوا لهنا، هو انت عاوز تاخد مكانهم بالسهل كده ولا ايه؟ الواد بيتعصب وبيكون عاوز يمسكه يطلع عينه، بس صاحبه بيهديه بيقول له اهدى يا عم بلاش نعمل شوشره هنا وانت عارف اللي فيها. وفعلا بيتاسفوا اللايت وبيتراجعوا لاخر الصف. الاطفال بيتكلموا معاهم شويه وبيسالوهم عن رتبتهم، واصحابنا بيجاوبوهم بكل حب وامتنان، واخيرا بيحن دورهم للدخول. اللايت وفرقته دخلوا هم كمان، والظاهر كده انها هتقلب جمدان. الشباب بيكونوا مبهورين جدا من جمال المكان اللي قدامهم، واللايت بيستدعي الثلاث ورايقات من الجاتشكا وبيفعلهم، احدها لمعرفه الطريق المؤدي للطابق التالي حيث الوحوش القويه، وواحده للتخفي والاخرى للطيران. وفي الوقت ده في مكان تاني بنشوف الشابين بتوع الصبح. الواد ابو شعر كهرماني ده كان متعصب جامد، بيدخل على الوحوش بيشلوحهم والغل بيبان في عينيه، بيخلص عليهم بسهوله بس بيفضل يزعق بجنون ان الواد ده اقوى الجان وصاحب شأن عظيم في بلاد الجان. بيكون غضبان جدا واسمه هو كايتو بالمناسبه. بيطلب من زميله الجن المظلم دانتي واللي بيكون عالم كبير انه يصنع اكسير او ايجاد طريقه تمكنه من كسر حاجز القوى العظمى لمعشر الالف، لانه حاليا وصل للمستوى 1500 بالفعل، والمستوى ده كبير لابعد الحدود، ولو فعلا وصلوا للاكسير ده فهتبقى خراب على الكل. الواد قال له ما تقلقش ما تقلقش، فكل اللي انا محتاجه هو عينات من البشر علشان اجرب عليهم الاكسير الجديد، وما تقلقش هعمله لك. كايتو قال له ايا كان اللي هتعمله يا ريت تنجز فيه بسرعه. بيقول له عيوني، وبينتهي الكلام بينهم على كده. نروح بقى اللايت ونومو والفارس جولدن اللي كانوا حرفيا مخلصين على وحوش الطابق الثالث بنجاح، ناقص بس يجمعوا الجواهر والبلورات بتاعتهم ويقدموها للنقابه كدليل انهم وصلوا للطابق الثالث بالفعل. بياخدوها بنجاح، وفي طريق عودتهم بيعدوا على فريق المغامرين الاطفال اللي بيقدروا فعلا يخلصوا على الوحوش اللي قدامهم. الثلاثه كانوا عاملين تناغم جبار، خصوصا الساحره اللي وراهم. صحابنا اول ما بيشوفوهم بينزلوا عليهم وبيروحوا يتكلموا معاهم. لايت بيحذرهم من ارخاء دفاعاتهم حتى بعد انتهاء المعركه، وده لان الافعى دي كانت هتغفلهم من وراه. الواد بيشكره بكل حب وبيقول له تمام يا عم اخد بالي المره الجايه. بس وقتها لايت بيحس بحاجه غريبه، بيلاحظ العشرات بل المئات من ذئاب الغابه المظلمه بيركضوا في اتجاههم. الاطفال الصغيره بيدوروا يستخبوا فين ولا منين، ولكن الذئاب مش هي المشكله، لا ايوه دي حشرات الصراف اللي بتعيش في الطوابق السفلى من الديماس. طب ازاي ده؟ مين جابها لهنا؟ العيال مش فاهمه حاجه، كانوا في قمه الرعب وبيفكروا في الهرب، لكن لايت بيمنعهم، بيقول لهم ما تقلقوش كل حاجه هتكون تحت السيطره. الحشره دي بتيجي جري عليهم، وجولدن بيقول لهم سيبوها عليا. على طول بيجري ناحيتها وبدا القتال. الواد شغال يهجم عليها ببساله وتفاني، بس دي غير اي وحش قابلته في حياتي، كانت في مستوى اخر حرفيا، ولايت بيهاجمها بقدره الانفجار بتاعته، ولكنها بتصدها بسهوله بل دي بتعكسها عليه. البنت الصغيره بتنبهر من لايت وبتتفاجئ من طريقته في شن الهجمات السحريه، وانه ازاي بيطلع الطاقه دي كلها من غير ما يقول ترنيمه. ايوه هو الالقاء الصامت، هو ده الاسلوب اللي بيتبعه لايت في شن الهجمات، اسلوب قوي محدش يقدر عليه. جولدن بيقرر يفرض عضلاته عليها وبيفرتك مخلب الحشره حرفيا، بينقض عليها بعدها وبيقطع لها دراع تاني. لايت هو كمان بيسموه الناريه، واحلى مسا عليك يا تحيه. الحشره وقتها نطت في الهواء وفعلت وضع الجري كل الجدعنه، لكن لايت هيسيبك كده بالساهل؟ لا والله، ده بيؤمر مساعدته تخلص عليها. البنت فعلا بتطير عليها، واحلى شاورما عليك يا معلم يا بنت اللعيبه. جولدن الله يخرب بيتك يا بت، انا والسيد لايت بنجازف علشان نحافظ على جسم سليم علشان نعرف نبيعه، وانت تعملي منه شاورما؟ ده انت غبيه فحت. نومو بدات تعتذر ولايت تفهم الوضع وقال لها خلاص. بياخدوا بعدها جوهره الوحش النادر، والاطفال بيعتقدوا انهم فرقه مشهوره من رتبه اس ولا حاجه، ولكن لايت بيحطم املهم وبيقول لهم احنا لا مشهورين ولا يحزنون، ده احنا مغامرين ضعاف جدا من رتبه اف. العيال اتصدمت، اللي هو ازاي يا جدع انت، ده انتوا جامدين فشخ. بيعرضوا عليهم مشاركتهم في الطعام والعيال بتوافق. بيتكلموا عن السحر ومشتقاته، والبنت دي واللي اسمها ماي بالمناسبه تمتلك معلومات وفيره وموهبه عاليه في استخدام السحر. لايت بقى كان مفهمهم ان ابوهم سحره علشان ما حدش يقول له انت طالع جامد كده ازاي، وبيهري عليهم في الكلام اكتر واكتر، وبيقول لهم ان عيلته تعرضت لهجوم كاسح، ماتت في والدته وابوه اتصاب بحرق بالغه الخطوره، علشان كده هم الثلاثه بيلفوا العالم املا في العثور على ترياق لمعالجته من تلك الحروق. يا اخويا وماله، اكذب براحتك يا عم كلنا مصدقينك. المهم بقى على الجانب الثاني كان كل من الجن المظلم والجن العادي بداوا في مخططهم بالفعل. دانتي بيقول له ما تبقاش غير المكون الاخير بس، الا وهو البشر. احنا خلاص صنعنا الاكسير بنجاح. يا نهار ابيض، ده فعلا جنون بحق وحقيقي، وشكل كده اللي جاي ما يبشرش بالخير خالص. لكن بيخلص اليوم على كده. تاني يوم بيروح لايت يبيع الجواهر اللي جمعها من الوحوش في المره اللي فاتت، والموظفه طبعا كانت في قمه الانبهار. بتقول للايت ثواني يا معلم والفلوس تكون عندك. بياخدوا شويه فلوس ونقود زي
الفل وبيتشهروا في المدينة كلها جامد. فرقة بلاك الاسم ده بقى اشهر من نار على العلم، الناس كلها بدأت تركز معاهم، ولايت بيقول في عقل باله هو ده اللي انا عايزه، اتشهر اكتر واكتر بحيث اللي بندور عليه يجي لنا برجليه يا ابن اللعيبة. بعدها بيتعرفوا على الاتنين المغامرين دول، ونومو بنت المجنونة كانت فاكراهم جايين في مشاكل. ساعتها الاتنين بيرفعوا ايديهم لفوق وبيقولوا لهم مشاكل ايه بس؟ طيب احسن احنا ما نجيش جنبكم اي حاجة. وبنعرف ان الرفيع ده اسمه سفيان والمليان شوية ده يدعى جيلبرت، وزي ما انت شايف كده فاحنا مغامرين. البنت بتقول لهم ايوه عايزين ايه يعني؟ ما بيلحقوش يردوا عليها وزمايلهم بينادوا عليها علشان يدخلوا. لايت والفريق الجامد بتاعه بيدخلوا هم كمان وبيتجهوا للطابق الخامس. في الطريق بيقابلوا شلة الاطفال الصغيرين، وماي بتدي مرهم حروق وهو بيديلها الهدية الجميلة دي، صور تحقيق الامنيات. البنت بتفرح جدا بيه والعيال بتودعهم وبتنزل للطابق الخامس. الجو بيكون برد فبيطلب منهم وجولدن يظبطوا الكلام هنا، وهو بيرجع يريح في القصر بتاعه. بيسلم على البنات وبيدي كل واحدة فيهم مهمة خاصة بيها ما عدا نازونا. فالبنت دي زي ما انتم عارفين دماغها على قدها وما تنفعش لأي مهمة فيها تشغيل دماغ. لايت علشان يخلص منها بيقول لها لفي في القصر كده وتأكد ان مفيش اي مشاكل. البنت بتقول له تمام وبتتجه لتنفيذ الاوامر. بنرجع للدماس تاني، وكان الاتنين اللي شفناهم برا قاعدين بيحرسوا زمايلهم اللي ناموا. سفيان بيقوم يشم شوية هوا وبيرجع بيلاقي كارثة وحلت عليهم. ايوه دول الالف والالف المظلم يا جماعة، دول خلصوا على اصحابه كلهم وما فضلش غيرك يالا. الواد بيجري وبيحاول يهرب بس ده انت بيمنعه. على فين يا غالي؟ بيقول لك كايتو ايه اللي عملته ده يا ابن الهرمة؟ انا طلبت منك بشر كعينات تقوم تقتلهم كلهم وتسيب واحد بس يا فاجر. بيقول له يا عم هم اللي ضايقوني بقى اعمل لهم ايه؟ قال له ولا يهمك في كتير منهم في الدماس هنا وتتعوض يا صديقي. يا ابن الخبيثة العيال دي مكرة لأبعد الحدود. فيا ترى هل الاكسير بتاعهم نجح ولا العيال دي ناويين على ايه بالظبط؟ دي شكلها ما تبشرش بالخير نهائي. المهم تاني يوم بيرجع لايت للشباب ونومو بتتخانق مع البنت موظفة النقابة. بتقول لها احنا في الاسبوعين اللي فاتوا دول عملنا انجازات ملهاش اول من اخر، وفي الاخر ترقينا رتبة واحدة بس، المفروض نكون من رتبة اس ده اقل حاجة. الموظفة قالت لها دي قواعد وما ينفعش اكسرها والا هتجازى وهتأذى في شغلي، وان كنتوا عاوزين تترقوا اسرع من كده فلازم انكم تاخدوا مهمة صعبة جدا. البشر بدأوا يتقتلوا بطريقة غريبة جوه الديماس، مش عارفين مين اللي بيعمل كده وليه، وفي مغامرين كتير حاولوا يمسكوا اللي بيعمل كده لكنه خلص عليهم. لايت بيحس وقتها ان المهمة دي هتساعدهم يترقوا بشكل اسرع وبيقرر ياخدها. بيرجعوا الفندق ولسه بيفكروا هيتصرفوا ازاي مع قاتل البشر الملقب بستين. بتظهر بوابة غريبة من العدم وبتطلع منها الطفلة ماي. يا نهار ابيض. لايت بيعالجها وبيتوغل في ذكرياتها وبيشوف اللي حصل معاهم. فاثناء ما كانوا راجعين من الديماس بيقابلوا دانتي وكايتو. العيال بتفكرهم طيبين، بيحكوا لهم عن قاتل البشر وبيطلبوا منهم يخرجوا باسرع وقت ممكن. وكايتو قال بقى كده وانا اللي اقول لي اعداد البشر قلت النهارده، اتاريكم اكتشفتوا الموضوع. دانتي بتقول له انا متفاجئ بصراحه، ما كنتش اعتقد ان الاغبياء دول يكتشفوا الامر بالسرعه دي. العيال مصدومه والواد بيقول لهم ايوه انا هو قاتل البشر وهخلص عليكم حالا ودلوقتي. اوبا بابا صدمه بكل المقاييس. الشباب بيطلبوا من ماي تهرب وهم يعطلوه، وكايتو بيضحك قال تعطلوني. قال بيخلص على الاول بكل سهوله والاتنين التانيين بيجوا جري عليه، بيجرحهم جرح عميق وبيجيبهم تحت رجليه. دانتي بيقول له انا عاوزهم على قيد الحياه يا عم. العيال بيصرخوا في ماي علشان تهرب وتبلغ اي حد علشان ينقذهم، ولكن البنت مش قادره تعمل اي حاجه، مش قادره تتحرك من كتر الخوف. بيقوموا من تاني وبيهجموا عليه، والواد المره دي بيتجاهل كلام الالف المظلم وبيقتلهم بدم بارد. دانتي بيزعق معاه والتاني بيقول له ما توجعش دماغنا بقى يا عم، ما انا سبت لك واحده عايشه قدامك اهي. ماي كانت في قمه رعب والواد قال لها على فين يا عسوله؟ هو احنا مش هنخلص بقى؟ اخوها بيقوم من تاني وبيصرخ فيها علشان تهرب، وساعتها دانتي بيفرح بيقول لك كايتو ياك تقتل الواد ده الواد ده اكيد هيحقق تقدم كبير في البحث بتاعي. الواد بيقول له قشطه لكن دول ما يعرفوش اللي مستنيهم. لا ايوه اخو ماي بيفتكر كلام جولد ساعه ما هزم حشره السرعوف وبدا ينفذه، بيقدر فعلا يوقع البطل الاسطوري على الارض. بيبتسم ابتسامه فرح وكايتو بيتعصب جامد، ازاي بشر حساله زيك يجرح وجه بطل الجان الاسطوري؟ دانتي بيحاول يمنعه ولكن ده بيفرتكه تماما. بيجري ورا ماي هي كمان وبيحاصرها، خلاص هيقتلها. البنت وقتها بتتمنى لو انها تقدر تعرف السيد لايت باللي حصل. بتقرر تقاوم وبتهجم عليه بقدره الجليد، بس طبعا مفيش اي فايده، ده وحش اسطوري يا ماما هو احنا هنهزر؟ بتطلع تجري ولكنه بيسيبها في رجلها. ماي بتعصبه بالكلام، بتقول له انت مش بطل اسطوري ولا اي حاجه، لا انت مجرد حفال عديم القيمه. كايتو وقتها افتكر ماضي وتعصب جامد، بيهجم على البنت بكل غباء. وفي اللحظه الاخيره سوار الامنيات بيشتغل وبينقلها لمكان لايت.
لايت، فهي تمنت انها تعرف كل حاجه. الواد وقتها كان في قمه الغضب، قال لهم يلا نخلص على الحسالة ده، فهو ارتكب غلطه لا تغتفر. دانتي بيعالج اخو مايا لان لسه في روح، وكايتو بيرجع له بيعرفوا ان البنت الصغيره هربت. يا نهار مش فايت يا جدعان، كده كلها مساله وقت، كلها شويه وقت ومملكه الجن تعرف باللي حصل. اكيد هيجوا هنا علشان ياخدوا السيف الاسطوري. كايتو هيتجنن يا عيني، وفجاه بيلاقي لايت قدامه. يا نهار ابيض، اهو جالك اللي مش هيريح بالك. لايت بيقول لنوم وجولدن ما حدش فيكم يتدخل والا هندم على افعاله. كايتو بيترعب على طول بيهجم على لايت، ولكن ده عمك يلا، الواد قوي بصوره مش طبيعيه. بيقول له هو ده اخرك ولا ايه؟ ما تزود قوتك علشان يمكن تسليني شويه. بوم، خد ضربه خلصت عليه وطاحت به ارضا. يا من تتباهى بكونك بطلا، اتمنى ان تبذل جهدا اكثر من هذا بقليل، فقد لا اخطئ واقتلك. اوه لايت حرقه بالكلام وعصبه جامد. بيقوم له بيستخدم السيف الاسطوري اللي معاه، بيهجم بمئات التعويذ في الثانيه الواحده، ولايت بيتفاداه. الغابه بتتحرق من حواليهم ولايت شغال يتفادى في الهجوم. بيسرح للحظه وكايتو بيتسلل من وراه وبيهجم عليه، ولكن على مين يا غلبان؟ حرفيا ده هيتجنن. ده ازاي بس؟ مش مصدق يا عيني ان في حد قادر يقف قدام السياف الاسطوري وكايتو بيحاربه. اسطوري مين؟ ده انا هوريك وحش بقوة التنين. لايت كل ده اصلا بيلعب معاه، بيقوم من تاني وبيشن هجوم عنيف عليه. لايت كالعاده بيبهرنا، ايوه ده بيقلد هجومه بمهاره واتقان اكتر بكتير، فهو ذات نفسه ما يقدرش يعمل كده اساسا، والواد يحاول مهما يحاول بس كل هجماتك في الفاضي خلاص. تانتي هيتجنن، ده ازاي كده؟ ده الواد ده اكيد وحش مش بشر. المغرور التاني بيضحك بهستيريا وبيقول له استحاله اخسر قدامك، خصوصا ان معايا سيف السيد الاسطوري. سيد انت وعرفني تعرف عنه ايه؟ الواد قال له اعرف عنه بس انت غلبان، انا من نسل السيد العظيم ودمه بيجري في عروقي، حتى انهم بيلقبوني بنائب السيد، وده لاني ورثت كل حاجه منه. كده كل حاجه وضحت. لايت بيقول له اتكلم يلا انت وعرفني كل حاجه. الواد بيستمر في التباهي عليهم، والعالم دانتي هو كمان بيخرج عن صمته. انا مش بحب المعارك قوي، فانا عالم زي ما انت شايف، لكن اللي عاوز يتهزق ما اقدرش اقول له لا، وعلى طول بيطرقع صوابعه وبيعرض عليه تحفته الفنيه. يا إلهي، ده دانتي ده مجنون بحق. لايت بيبص على الوحش وبيفتكر سفيان، دول عاملين تهجين بين الأجناس، لكنه موجود بيخلصوا عليهم بسهولة. دانتي بيقول لهم لا ما تضحكوش يا جدعان، فلسه الموضوع أصعب من كده بكتير. بالفعل الوحوش بتقوم من تاني وشكلها مش هتبقى مواجهة سهلة، لا بيعانوا معاهم، والوحوش كانت مسيطرة في الأول، بس ده في الأول وبس يا صديقي. العيال قررت أخيرا تستخدم قوتها الحقيقية وهجموا عليهم باللهيب الحارق. جثث الوحوش ساحت وما قدرتش تتجدد من تاني. دانتي بيتصدم، بيقول ده مستحيل، المفروض يتجددوا في اسرع وقت. بيكون عاوز يضربهم بالسكينه، ولكن امه بتقول له ريح يا اخينا. جامده يا بت والله، لكن نسيبنا منهم ونروح لايت بقى ومواجهته مع كايتو المغرور. ما كانش في بينهم وجه مقارنه من الاساس. لايت بيبص له بازدراء وبيقول له ايه هو ده اخرك يالا؟ ده انت حفيد المايسترو يعني، ولا المايسترو ما جابش رجاله؟ الواد بيفتكر اللي عملوا فيها اخو ماي وبيتعصب جامد. بيقول لهم انتم البشر كائنات فانيه، مين عطاكم الحق تنظروا لي نظره وضيعه زي دي؟ الواد اشتعل من الغضب وبيخرج عن السيطره. غضبه الذي لطالما كبته بداخله اسفر عن استخراج قوه السيف العظمى، هي دي قوه سيف اسكاليبر الاسطوريه. بدا يهجم على لايت بسعاده، وده ما عادش سيف بعد دلوقتي، لا ده اشبه بصوت فتاك. لايت ومساعديه حرفيا مذهولين، ما كانوش يتصوروا ان سلاح شكل كده موجود من الاساس. لكن على مين يلا؟ لايت مش سهل برضه، شغال يتفادى هجماته ولا ابرعها سائق سيارات. حينها يشتعل كايتو من الغضب، بيزود في الهجوم عليه بس مفيش اي نتيجه. لايت حاطط عليهم دمره نفسيا، بيقول له اثبت بس في مكانك وانا هخلص عليك. لايت قال له بس كده انت تؤمر يا عمنا، طب انا اهو قدامك يا حبيب قلبي. الواد على طول بيستغل الفرصه وبيهجم عليه، لكن لايت ما تزحزحش من مكانه. بيقول له جرب تاني علشان تتاكد من ضعفك يلا. بيشن عليه هجوم قوي جدا، بس انت بتعمل ايه؟ والله لو فضلت تحاول من هنا للسنه الجايه عمرك ما هتسبب لي جرح واحد حتى. لايت بيكسر له السيف وبيدي الواحده بترجعه 50 متر ورا. الواد وقتها ايقن انها نهايته، بدا يترجى ويتوسل علشان يبقي على حياته، بس لا لايت عمره ما يرحمك بعد اللي انت عملته ده. بيقول له امسك السلاح وقوم حارب يلا، مش انت البطل الاسطوري؟ مش ده واجبك كبطل؟ مش البطل برضه هو اللي بيضحي بحياته وبيقاتل رغم الالم والصعاب؟ بيشيل قناعه وبيقول له تعالى هنا يلا قوم قاتل. كايتو الجبان بيترعب وعلى طول بيطلع يجري، غلبان ما يعرفش ان لايت هيعمل منه بتنجان. بيحرق له رجله والعيال حرفيا
حرفيا بقوا زي الكلاب قدامه. الواد بيعتذر له علشان غلط فيه وقتها، واللايت بيحس بالندم، بيقول انا لو كنت قتلته يومها ما كانش كل ده حصل. بينقلهم لقصره في الهويه، والعيال كانت مرعوبه جدا من اللي شافوه قدامهم. فضلوا يرموا اللوم على بعضهم مش مصدقين انها نهايتهم. ده بيقول هو اللي خطط لكل حاجه، والتاني يقول ده انا كنت ضحيه وهو اللي عمل كل حاجه. بيطلبوا من لايت يرحمهم للمره الاخيره، والواد بيقول له مش هرحمك، لا صدقني كلكم هتدوقوا من نفس الكاس، ومش هقتلكم غير لما اشفي غليلي منكم. اوبا بابا، لايت ما بيهزرش، لا خلاص مش هيرحم اي حد يقف في طريقه. فلقد كنتم كالكلاب تنبحون حينما كنتم اقوياء يا ابن اللعيبه. ده انت جامد اخر حاجه. بعدها بيسيبوهم وبيرجع يطمن على ماي، والبنت بتفوق اخيرا. بيعرف انه قدر يعالج اخوها، ولكن رفيقها الاخران قد لقيا حتفهما. البنت بتبكي عليهم بحرقه كبيره جدا، لكن هذه هي الحياه، لا البدايات التي نرجوها ولا النهايات التي نتوقعها. بيبلغ موظفه النقابه عن قاتل البشر وانهم طلعوا 2 من الجان، والبنت فرحت جدا بالخبر ده، وان خلاص ما عادش في بشر هيموتوا. لايت فعلا رتبته وصلت لسي، والوضع بقى اخر حلاوه. ماي واخوها هم كمان حالتهم بتتحسن، وبيقرروا يسيبوا المغامره للابد، وبيرجع لايت للهاويه من تاني. مايا والبنات بيدوا له كل المعلومات اللي جمعها من الاتنين دول، وبيعرفوا ساعتها ان وجود مايسترو واحد كفيل بتدمير العالم. بيسالهم عن معلومات اكتر، لكن قائد الفرسان الخنزير اللي منهم كايتو كان مشوش على ذكرياته، وده معناه انه يعرف معلومات في غايه الخطوره. علشان كده عامل تعويذه محرمه على ذاكره حفيد المايسترو، وده علشان محدش يقدر يسرق ذكرياته. بيتفقد حال دانتي هو التاني وكايتو بعد التعذيب اللي تعرضوا له، والاتنين كانوا في حاله يرثى لها. ساعتها بيقرر لايت الطيب يخلصهم من المعاناه اللي هم فيها دي، وهوبا بيطلع وحش الجحيم في ثانيه الا ثانيه بيقضي عليهم. يا نهار ابيض، هو ده الكلام ولا بلاش؟ لايت قدر انه ينتقم من اول 3 من اعدائه. يا ترى بقى هل هيقدر يكمل مخططاته وانه يوصل للحكماء وينتقم منهم، ام انه سيلقى حتفه امام ذلك الطريق الطويل؟ استنونا يا اصدقائي في ملخص الجزء الثاني والاخير من حكايه لايت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش ترزع اللايك والاشتراك. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.